وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين: سلني عما بدا لك. قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه، وعن الرجل كيف يذكر وينسى، وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال. فالتفت أمير المؤمنين إلى الحسن عليه السلام فقال: يا أبا محمد أجبه. قال: فأجابه الحسن فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بدأ يشهد بالشهادة لله وللرسول والشهادة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واحدا بعد آخر، إلى أن ينتهي أعزائي إلى الشهادة إلى 12. التفتوا جيدا إلى الشهادة إلى الإمام 12. قال: وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد، وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى. إذا لا يتبادر إلى ذهن أحد، فقط في روايات السنة موجود أن المهدي المنتظر من أولاد الحسن. في كتبنا في روايات صحيحة السند أيضا واردة أنه من أولاد ماذا؟ من أولاد الحسن. فلهذا بعد لا نأتي ونزاود يمينا ويسارا، كما في رواياتنا موجود أنه من أولاد الحسين سلام الله عليه، وأنه التاسع من ولد الحسين، كذلك موجود في رواياتنا أنه من ولد ماذا؟ من ولد الحسن.